يا هلا يا هلا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا قمرات. اول فيديو ليا يكون طويل، بتعليق صوتي، وده بناء على طلب المتابعين بتوعي، حبايب قلبي اللي بحبهم قوي. آه، هو انا اصلا بطبعي شخص مش رغاي، مش كلامنجي. انا مش الشخص ده خالص يعني. ممكن اكون كده مع كام شخص كده يتعدوا على صوابع الايد الواحده. اشخاص قريبه مني قوي بحبهم قوي، فتلاقيني بقى ايه بقعد اتكلم معاهم، برغي معاهم في اي حاجه، بدون حدود بدون قيود كده بقى. فبما ان انا بحبكم، فقررت بقى اطلع ارغي معاكم واعمل لكم فيديوهات روتينات من حياتي. آم، طبعا انا مامي جديدة، المسؤولية زادت عليا، وهاتك يا ضرب يا سعادة الباشا. ما بقاش فيا حتة سليمة من المسؤولية. آم، بصوا يعني حياتي اتشقلبت بجد والله. يعني الحياة قبل الجواز حاجة، بعد الجواز حاجة، أثناء الحمل حاجة، بعد الولادة حاجة تانية خالص. آم، الحمد لله طبعا على كل شيء. بس فعلا الموضوع كبير. الموضوع كبير قوي، مسؤولية كبيرة. وعارفين أنا شخص أصلا بمزاجه. بعمل كل حاجة بمزاجي في الوقت اللي انا عايزاه بمزاجي. انا شخص مثلا بيحب النوم الكتير قوي. على فكرة انا مش شخص سريع في وهو بيعمل الحاجة. انا بعمل الحاجة بتأني قوي، وبعمل الحاجة بضمير. انا بحب التنظيف، بحب اقعد اروق كده في البيت. بس آه بطيئة. باخد وقتي لحد ما اخلص الحاجة. بحب كل حاجة تكون مظبوطة بالملي. آه لو قعدت مثلا ساعة ارتب في حاجة وبعدين لاحظت ان في حاجة فيها مش مظبوطة، اقلب كله تاني وارجع اعيد من الاول تاني، ما عنديش مشكلة. المهم ان كل حاجة تبقى بيرفكت كده يعني. وده طبعا بياخد مني وقت كبير يعني. بس طبعا بعد ما خلفت آه الموضوع لازم يتغير غصب عني. هو بدأت اتغير شوية بس لسه مش قوي برضو. آه طبعا البيبي بتاعي استاذ عز الدين مجنني. مجنني. آه مخليني مش لاحقه اعمل حاجه بصراحه. واخد كل وقتي حرفيا. انا كان بيبقى عندي وقت فراغ كبير قوي. وكنت بعمل حاجتي على اقل من مهلي كده. بس من ساعه ما الاستاذ ده شرف ما بقاش عندي وقت الحمد لله. عارفين ما يعني ما بصدق كده ان هو ينام شويه و 10 دقايق، ينام 10 دقايق بس، واجري اعمل اي حاجه. ساعات بقعد كده، انا عارفه ان هو مش فاهم حاجه طبعا. بس بقعد اتوسل اليه، ابوس ايدك يعني نام نص ساعه، نام ساعه يعني عشان اخلص اللي ورايا. بس هو لا، هو آه مش كده يعني، ما بيعملش ده يعني هو لسه طبعا في البدايه. عز الدين دلوقتي عنده شهرين، لسه طبعا نومه مش متظبط. آه كان في كان في حتة وبقى في حتة تانية خالص يعني. فهو كتر خيره برضو بيحاول. خديه، خديه حمكم الله. هو بيحاول يعني ايه يستوعب الدنيا الواسعة اللي خرج ليها يعني. هو بقى هو يعني هقول لكم حاجة. هو فعلا العيل بيتعود على الشيل وكده، ولا دي جملة كده الناس اخترعتها يعني وخلاص؟
كان يقعد يقولك ايه، لا لا ما تشيلش العيل عشان ما يتعودش على الشيل، خليه خليه محطوط كده في مكانه كده على الارض على السرير، عشان يعني ايه ما تعودوش على الشيل. يعني هل ده فعلا، هل ده كده فعلا ولا ايه؟ هو طبعا بيصعب عليا، يعني اصلا هو طول ما انا شايلاه هو ساكت، بمجرد ما احطه خلاص بقى يقعد يعيط. في ناس بتقول مثلا عندها البيبي بتاعها ايه اللي هو يا دوب يرضع ينام يصحى يرضع ينام كده، يعني ما شاء الله. فبيناموا بياخدوا وقت كبير من اليوم في النوم. بس عايزة الدين مش كده، وده طبعا مخلي الموضوع صعب معايا يعني. عارفين انا من زمان قوي، من كذا شهر وانا نفسي ابدا اعمل روتينات طويله زي ما انتم طلبتوا مني. بس يعني الدنيا ما كانتش متظبطه خالص، لسه بادئه يعني تظبط معايا شويه. يعني جيت في اخر الحمل، تعبت جدا، كان عندي مشكله كبيره قوي. لو عايزيني ابقى دردش معاكم في المشكله دي يبقوا اكتبوا لي في الكومنتات يعني، واحكي لكم بقى معاناتي مع الحمل والحاجات الصعبه اللي انا مريت بيها يعني. فده كان منعني ان انا اصور، وان انا اعمل اي مجهود اصلا. يعني انا اصلا ما كنتش بعمل اي حاجه خالص حرفيا يعني. آه بعد كده بعد الولاده كنت تعبانه برضو، فضلت تعبانه فتره كبيره، مفيش مجهود وكده، فما كنتش عارفه اعمل اي حاجه خالص برضو، ما كنتش عارفه اصور لكم الفيديوهات الطويله اللي انتوا طلبتوها مني يعني. فالحمد لله يعني الدنيا بدات تظبط معايا، وان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله يعني ربنا يقويني ويديني الصحه يعني، واقدر اعمل فيديوهات طويله وابقى معاكم على طول واشارككم حاجات كتيره بعملها يعني. يا ولاد يا ولاد يا ولاد، دي الركنة. في اخر الفيديو هقول لكم انا كنت بعمل ايه في الفيديو. الركنة كان تقريبا من اول ما اتجوزت ما اتغسلتش يعني. وطبعا الفترة اللي فاتت استاذ عز الدين، كل ما انيمه احطه مثلا على حتة منها كده الاقيه قشط كده، طلع من بقه بقى اللبن يعني. فلقيتها كلها بقى ايه بقى خلاص بقى عملت كده حتت كده بقع 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 يعني. فقررت بقى خلاص بقى لازم ايه اطلعها واديها غسلة محترمة يعني. فالنهاردة كان اليوم للليفينج، مسكت الركنة وفكيت السوتس بتاعتها وشلتها وغسلتها كلها يعني. ودي طبعا ميزة وحاجة حلوة ان وانتي بتعملي الركنة بتاعتك تعمليها بسوتس كده. لا صحيح صحيح هي اسمها سوتس ولا سوتس سوسته ولا سوسته سوتسه ولا سوسته؟ فاهمين قصدي؟ عشان حد علالي على الموضوع ده قبل كده. فالمهم يعني وانتوا لو لسه هتعملي ركنة ابقي لازم تعمليها بسوسته. بسوسته عشان لو مثلا في واحدة مثلا اتوسخت مثلا تفكيها وتغسليها، ويعني الموضوع ما يبقاش فيه معاناة، ما تبقيش عارفة انت هتنضفي ازاي والجو ده يعني. بس يا ولاد، فانا كده خلاص يعني رغيت شوية، ومش عارفة انا بقالي شوية برغي فيه اصلا. طبعا الفيديو مش روتين كامل يومي، بس يعني حبيت ارغي معاكم شوية. وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، اكمل رغي في الفيديوهات اللي جاية ولا كفاية كده؟